السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. ما استانس اليوم بعلمكم سالفة المطيري اللي يعرف النسل من رجل الرجال. يشوف رجلك يقول انت ولد فلان، من قوة فراسة العرب، وهذه موجودة من ايام الجاهلية. الدشداشة حاذفها هناك، اليوم طرت عليها السالفة بسبة الدشداشة. انا لمني جيت سيدة حذف الدشداشة حتى مالي خلق اعلقها واقعد اشرب شاي. طرت علي سالفة مطيري، قصة عجيبة غريبة، تابعوها للأخير. جدي الله يرحمه ويغفر له ويجعله من أهل الجنة ما يحب يلبس الثوب كلش، الدشداشة هذه ما يحب يلبسها. سبحان الله، أنا مثله، الوراثة تلعب دور. ما أحب الدشداشة أنا أبدا، ما ألبسها إلا إذا طلعت من البيت. بالمزرعة ما ألبسها، مرات أحدر من المزرعة ما ألبسها أقطها على يميني. جيت تفتيش توهق يطالعني الشرطي يتعجب، قلت له والله يا أخوك ما أحب ألبس الدشداشة. فالفراسة موجودة عند العرب من أعجب الأمم بالفراسة، وخاصة المرة. سوالفهم عجيبة غريبة، يسولفون شيباننا من أول، والله سوالف تهول الراس. طلع لك السارق يعرف من الجرة، من الأثر، من الجرة يعرف هذه حامل ولا ما هي حامل، هذا كم عمر الرجال هذا، بعضهم يعرف حتى العمر، يحدد لك عمره. لا تقول لي شارلوك هولمز والمحقق كونان، لا حبيبي، شيء خارق، فراسة عجيبة غريبة. فيسولف لي أنا شخصيا، أنا يا عايد مسولفها لي شخصيا شايب من الجماعة، الله يرحمه ويغفر له ويجعله من أهل الجنة. يقول أنا شباب، يقول والله وسير الربع اللي في السعودية، يقول عندي خوي اللي قال والله ونسيرنا على عرب، ما أدري ماريلنا عرب. قال خوي فلان، قلت ها، قال تعرف البيت هذا بيت الشعر هذاك؟ قال لا والله. قال هذا فلان مطيري، أنا يا جماعة والله ناسي اسمه، بس أدري إنه من قبيلة مطير. شوفوا فراسة العرب. المطيري هذا يعرف الناس هذول، يمرون عليه ويعرف أهلهم ويعرف كذا، ناس قصرة وجيران، ويعني مناطقهم قريبة عند بعضهم، بدو. يقول قال الرجال هذا المطيري شايب هرم، ما أدري كم، قال عمره 70 ما أدري 80. قال هذا يطلع الرجال من رجله، ما يطالع بوجهك، ما يشوف وجهك، يشوف القدم، الرجل، يعرف. يقول أنت من الفلان، من آل فلان ولا من آل فلان ولا من كذا ولا من كذا. يقول والله يوم تعجبت، يقول الرجال هذا يعرف ناس من الخوالي ومن أهلي، من الشيبان الأولين يعرفهم. يقول أنا ما عمره شافني بحياته، على كلام أتوقع أنا ناسي عمره يمكن 20 اللي يسولف للشايب هذا. قال له يقول خويه المطيري هذا شرط الحين نجيه ويطلعك أنت منه، من رجله فقط. شلون؟ قال يا ولد مالك شغل، امشي خلنا نروح له، بس أنت لا تتكلم ولا كلمة. قال حاضر. قال والله احنا نتمشى نمر عليه، قاعد في الربعة في المقلط البيت، الربعة الديوانية مالته. السلام عليك. عليك السلام. سلم عليه، هذا يعرفه. الشايب اللي يسولف لي ما يعرفه، ما عمره شافه. خوي الشايب يعرفه. كيف حالك؟ والله بخير، كذا كذا كذا، وشلونك؟ عساك طيب يا ابو فلان. قال ها. قال الله يرحم والديك، تعرف الرجال هذا؟ قال لا والله ما اعرفه.
قال ابيك تطلع لي الرجال هذا من هو. دققوا معاي شوفوا الغرابة. هو مو طلعه، طلع عليه آدم عليه السلام. المهم الرجال يقول حنا مقعدين، يقول حنا قاعدين في الأرض. يقول كان أقول خوي مد رجلك، طلع رجلك، مد رجلك قدمها قربها للشايب. يقول حنا جالسين. قال أنا أطلع رجلي مدها مثل هالشكل. قال هو يطالع، شوف الغرابة، لا إله إلا الله. قال هو يدقق على الرجل ويناظر فيها ويطالع فيها. يقول والله طول. يقول كان يقول الشايب مطيري، يقول خوينا هذا اللي عليه السالفة، الشايب اللي سولف، يقول كان يقول آل فلان لا. يقول أنا يوم قال لي آل فلان لا، يقول بغيت أضحك في وجهه، يقول نقدت عليه، يقول ايش جابني أنا لآل فلان، وش جابهم لي، ولا يقول ولا لي عرق فيهم. آل فلان يقول عرفت إنها مطيري هذا ما عنده سالفة. يقول يطالع يقول كان يكررها مرة ثانية. قال آل فلان لا، علامة هذا علق على آل فلان، ايش فيه؟ يقول طاح من عيني، قلت والله ما يدري وين الله قاطه. يقول أبطأ ويطالع. يقول كان يسكت. كان يقول له خوي ها يا فلان، قال صبر. يقول يطالع. قال هذا من آل فلان، قال هذا من آل فلان، أنت من الفلانيين. يقول قالها لي الشايب اللي سولف لي، يقول مطيري قالها لي، أنت من الفلانيين. يقول يوم انصدمت يقول يوم انصدمت، هذا شلون عرفني؟ لا عمره شافه ولا حد قال له، وبس بالرجل ترى الموضوع، بس عينه مركز على الرجل. قال أنت من آل فلان، من ذي فلان. يقول له والله يوم كش جلدي صاده. طيب يقول كان انشده. قلت له آل فلان اللي تقولهم أول شيء. قال لا ما عليك منهم، لا ما عليك منهم، خلهم مثل اللي يقول ترك السالفة يعني. قال أنت من آل فلان. يقول والله وأنا أروح. يقول عودت للكويت وديرتي، مدري عود الربع جماعته. يقول واقعد. يقول أنا منبهر من هالمطيري، شلون طلعني، شلون عرفني. يقول والله ونشد شيبان أعلمهم السالفة كذا. يقول قلت للشيبان الجماعة يا الربع، يقول آل فلان لا ضيع يا الربع، بغى يخليني من آل فلان ضيع. يقول سولف على الشيبان ربعه، بغى يخليني من آل فلان وش جابهم لي. يقول كان يطمر هذاك الواحد، قال آل فلان وش يجيبهم لك؟ قال آل فلان ما أنا ناسي. آل فلان خوال أبوك، مدري وين لاحقينه عرق. أثر المطيري هذا مخلص عليه، يعني عارف هو من أي ناس، عارف عائلته من أول ما شافه، بس اشتبه في آل فلان اللي هم خوال جده، اشتبه فيهم. يطالع يشوف يقول لا آل فلان لا، يعني ما هو من آل فلان. هذا يحسب انه مضيع. الشايب خوي اللي سولف لي يقول انا احسب انه مضيع، هو مو مضيع انت يا المطيري، هو صايد خوال جد ابوه ما ادري. اقسم بجلال الله يا جماعه انه يسولفها لي. وطبعا المطيري هذا كان معروف في عصرهم يعني. قلت شنو؟
قال يا ابن الحلال، قال له واحد من الشيبان يا ابن الحلال مو مضيع، هذا عرف ان فيك عرق آل فلان، هذول فعل كلامه صحيح. شوفهم الشايب هذا اللي يسولف لي ما يدري ان يلحق عرق من آل فلان. هو يقول لي والله ما دريت ان في عرق منهم الا هذاك اليوم من هالمطيري. يقول يوم علموني الشيبان. شوفهم قوة، اي جينات، اي خرابيط تحليل جينات. يقول والله ما دريت ان يلحقني عرق من الناس هذولا الا يوم قال لي مطيري. يقول يأشر بيده، يقول لا 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 ذي فلان، لا لا، هو يكلم نفسه مطيري، يعني هذا مو اهله ذي فلان، بس عرف انه في عرق من ذي فلان هذولا، فيقول لا لا يعني مو اهله، وهو مثبت ويصيده. هذه من أغرب الحكايات في قوة وفراسة العرب اللي مرت علي، اللي طراها قط الثوب. أنا قاعد أشرب شاي وأطالع الثوب، كنت أعلقه ما أعلقه لا يطب عليه حشرات وكذا، كان تطري علي سالفة الجينات وهالسالفة هذه من أغرب من أعجب العجائب، ما يعرفه ولا عمره شافه. ويقول لا لا ذي فلان لا لا، يعني ما هو ولدهم، بس عرف ان ذي فلان يلحقون عرق. لا اله الا الله، وزانت علومكم.